مرحبا. أكلتنا اليوم هي أكلة إيرانية. اسمها بالإيراني ماهيجة. ما أدري أنا دا ألفظها صحيح لو هي يعني لو غلط، بس المهم هي اسمها ماهيجة. عبارة عن لحم هيك يكون شكله موز نسميها احنا بالعربي. تقدرين تروحين للقصاب تقولي له أريد موز، هو يحضر لك إياها الزنود، يعني هذا الزند. طبعا الكمية حسب مقدار العائلة، يعني 2 تكفل مثلا عائلة تكون من 4 أشخاص، لأنه كل شخصين تعتبر بقطعة من هاي، يعني بيها هواي لحم، كمية لحم يعني بيها. يعني تضاعفين العدد بكيفش، بس قلت لك يعني كل نفرين تكفيه وحدة من هاي، لأن هواي بيها لحم. 2 بصلات مقطعات، هنا 4. هنا أنا عندي ورق الغار، كم ورقة غار، عندي نوم بصلة 2، وعندي هذا الفلفل الأسود اللي هو الحب ما مطحون. مقدار من الزعفران، مقدار يعني كمية تقريبا من الزعفران، لأن هي الروائح الأصلية مالتها هي الزعفران دي تعطيها الطعم والنكهة. وملح طبعا حسب الرغبة. طبعا الملح أنا ما أضيفه بالبداية ويا اللحم، لأنه دائما اللحم يعني إذا واحد يخلي له ملح بالبداية ما يستوي، فأنت ورا ما يستوي كمل لا تنسين تخلي له ملح. بقدر على النار خليت مقدار من الزبدة تقريبا قاشمتين أكل، ما أخليها وحدها، أضيف وياها كمية من الزيت، لأن الزبدة وحدها تحترق، لأن أنا أبدأ أحمس اللحم يعني فترة على النار، لذلك خليت وياها مقدار من الزيت. ثابت الزبدة هالأثناء أخلي اللحم بهالطريقة. أنا أوفر تقريبا على كل وجه تقريبا 3 دقيقتين، إلى أن من أقلبه وأشوف يعني صاير جوزي اللحم، يعني أقدر أقلبه على الجهة الثانية وهكذا إلى أن كل اللحمة من كل أطرافها لازم تصير شكلها جوزي. طبعا قلبتها على الجهة الثانية، بتشوفوا أنا أريد كل الجهات تصير جوزية، يعني هذا الشيء ضروري لازم تصبرين عليه. ياخذ فترة على النار، ياخذ 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق مو مشكلة، إلى أن يصير كل الجهات تصير جوزية. تقريبا 10 دقائق من الحمس المستمر صارت كل الأطراف جوزية بهذا الشكل. حتى أبدي أخلي البصل وبقية المواد، وأنا حاطة مي على النار وفورته حتى يسرع عملية الفوران. أخلي البصل من بقية الماء، هذا البصل وهاي من بصل وهذا ورق الغار وهاي الفلفل الأسود، الزعفران. مثل ما قلت لكم المكون الأساسي بهاي الطبخة هو الزعفران، ونحمس ويا الزعفران، يعني طلعت ريحته مو طبيعية للقلبة. كم أحمسه كم حمسة ويا البصل والزعفران. صار الوقت أضيف المي الفاير، شوفي رأسه راح يفور. بس هاي الأكلة تاخذ وقت كلش طويل، يعني تنتظريها إلى أن يفور، الدور تنصصين نارها وتعوفيها تنسيها، تاخذ من 3 ساعات كلش ناص، بحيث اللحم هيك يذوب يعني من بعدين ورا ما يستوي نهائيا. يعني أنا سهم أراويك إياه، بس صبر عليه، ياخذ وقت كلش طويل على نار كلش هادئة. المرحلة الثانية من أكلتنا هي بدي أسوي الحشوة، والحشوة هي عبارة عن قشور البرتقال وزرشك والزعفران للتمن. طبعا الزرشك يعني اذا ماكو يعني مثلا عندكم، هو اكو بكل الدول اكو، بس اذا ماكو تقدرين تستخدمين الكشمش يعني بدال الزرشك، بس هو يعني هاي الاكله يعني لازم لها الزرشك. بهالاثناء انا خليت التركيبه على النار، يعني المي مال التمن، راح اقشر البرتقال، اراويكم شلون اقشره واقطعه حتى بعدين اسلقه، اوخر المروريه من عنده واخليه ويا التمن. اخذ بس هذا الجزء البرتقالي من البرتقاله، هذا شكله هيك راح يكون. هاي قشور برتقالتين حسب الكميه اللي عندك، تردين اكثر تردين اقل، طبعا حسب افراد عائلتك. هسه انا حاطه المي على النار، راح اروح اسلقه حتى يوخر من عنده المروريه، ياخذ كم دقيقه
الى ان تروح من عنده المروريه، ومثل هو هم يستوي. وسأراويكم شلون. هاي هدرت التمن، راح اخلي الحشوه فوقاها والزعفران. طاوع على النار، خليت دهن. بس اخلي المقدار مالت الزرش بس حمسه خفيفه. هاي الزعفران خليت له مي فاير حتى ياخذ لون، بس اخليه فوق التمن. اكلتنا كملت اليوم. شوفوا شلون صار شكلها شهي، الوان مختلفه، اللون الابيض واللون الاصفر اللي هو لون الزعفران، ولون الزرشك ولون البرتقال. وهذا شكل اللحم النهائي. طبعا انا خليت مي اللحم يعني كلش يقرض نهائيا، يعني صار بي يمكن نص قلاص مي هو اللي بقى. لا تخلين ملح هواي بالبدايه لانه هذا راح يقرض ويصير كلش مالح. وخليت البصل اللي حمسته وياه رويتكم اياه، خليت البصل، خليت اللوم حامض. شوف شلون صار، يعني اللحم يكون كلش مستوي، كلش مستوي. الطعم ما اقولكم عليه، والريحه، ريحه الزعفران طبعا لا تكونين بخيله بالزعفران. هاي الاكله هي مكونها الرئيسي ونكهتها بالزعفران، فاتمنى تجربوها. واذا جربتوها وحبيتوها شيروا لايك للصفحه. شكرا جزيلا.